السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعينا الكرام، معاكم رانيا عبد الرحمن وبرنامجكم سنة أولى جواز. في البداية أحب أشكر كل مستمعينا الكرام اللي تابعونا وعلقوا على الحلقات اللي فاتت، وأتمنى اللي عنده أي سؤال يخص سنة أولى جواز يبعت لنا في الكومنتات أو في رسائل راديو كشكول الخاصة. نرجع بقى لحلقتنا علشان نعرف بقية الأسباب اللي بتعكن علينا سنة أولى جواز. وأول سبب معانا النهاردة هو الانتقاد المستمر من أحد الزوجين للزوج الآخر، وده بيكون في أصغر الأشياء لحد أكبرها. يعني مثلا الزوج ينتقد زوجته في طريقة تصرفاتها، في لبسها، في ضحكها، هي تنتقده في تصرفاته مع أهله، في طريقته مع أصحابه، وبيبتدي الموضوع يكبر جدا ما بينهم. بالإضافة إن في حاجة بتعملها الزوجات كتير جدا أكتر من الأزواج، وهي تبتدي تنتقده مثلا في المشتريات اللي بيشتريها للبيت من خضار وفاكهة. إيه ده مفعص كده ليه؟ يا نهار أبيض ده خمك، وكمان اداك بالسعر الغالي ده. ده بيعمل نوع من أنواع النفور والشرخ في العلاقات، وبيخلي الجواز فعلا جحيم، لأن هيبتدي بقى الطرف التاني يدافع عن نفسه ويشتم ويزعق. طب يعمل انت، طب لا انا ما بحبش كده، وبجد بيسيب اثر وحش جدا في النفس. فاحنا ازاي نحل المشكله دي؟ نحلها عن طريق التشجيع بالعبارات الحلوه وعبارات الشكر والثناء والكلام الجميل وعدم الانتقاد بالشكل الفظ دوت. وان لما يبقى في حاجه مش عاجبانا بنقولها بس بشكل شيك شويه، بشكل لطيف، مش بشكل فظ زي ما احنا ما قلنا. أما عن السبب التاني النهاردة في حلقتنا فهو المقارنة، إن أحد الزوجين بيقارن الزوج التاني بحد. حد ده مثلا ممكن يكون صاحبه، أخته، صديقته. فمثلا الزوجة تقول لا أنا أخويا بيعمل كذا، هو يقول لا ده أنا ده أنت لو زي تعالي شوفي زميلتي بتعمل إيه، أو تعالي شوفي أختك نفسها هي بتعمل إيه. الموضوع دوت بيسيب أثر وحش قوي في النفس عند الطرف اللي هو تمت المقارنة بيه، وبيسيب شرخ ما بيتصلحش مع الزمن. فالحل في الموضوع دوت هو عدم المقارنة نهائي، وما ننساش ان احنا اخترنا بعض بعيوبنا قبل مميزاتنا. وما تنسوش ان الناس غلاف حلوة قوي من بره والله اعلم بيها من جوه، فمش كل حاجة بنشوفها حلوة من بره ممكن تبقى حلوة من جوه. اما عن السبب الثالث في حلقتنا النهاردة فهو ان الزوجين بعد ما بيتجوزوا بيبقوا مزوجين فعلا وبينسوا الصداقة. ايوه بينسوا الصداقة. ما ننساش ان احنا قبل الجواز لما كنا بنتعرف على الطرف التاني كنا اصدقاء، بنخرج بنتفسح نتكلم براحتنا، بنبقى الدنيا عادي معانا قوي، بنتعامل مع الطرف اللي قدامنا كصديق. ليه بعد الجواز ما تستمرش علاقة الصداقة ديت وتبقى حاجة حلوة ومثمرة؟ ليه بنعيش دور الزوج والزوجة فتبقى الحياة روتينية ومقفولة علينا؟ علشان نستمتع بسنة أولى جواز وتفضل سنتين 23 قدام، عليكم ان انتوا تفضلوا اصدقاء لحد اخر وقت. بشكركم مستمعينا الكرام، واتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة معانا، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من سنة أولى جواز.